يا أهلا وسهلا ومساء الخير. راح نعمل مع بعض بلا بلا. أكلة من دول جنوب شرق آسيا، أكلة جاوية. تعتبر من الأكلات الشوارعية، يعني تتباع في الشوارع، الباع الجوالين، في الأسواق، في الطرقات. أكلة شعبية جدا لذيذة، عبارة عن خضار، عجينة خضار مقلية، مشبعة ولذيذة وتنفع عشاء كمان. طبعا بلا بلا إيش يعني؟ حسب ما أعرف إنه هي عبارة عن فوضى. ليش اسمها فوضى؟ لأنه لما تيجي تقليها فما لها شكل معين أو مرتب، فعلى ما ترميها في الزيت حتتشكل لك هي بالخضار كده فاسمها بلا بلا، يعني فوضى، شكل فوضوي. طيب إيش اللي راح نحتاجه؟ راح نحتاج لكرات أو بصل أخضر، بصل مقطع لشرايح، طماطم مقطعة لشرايح بس أهم حاجة تكون مشيول منها اللب والبذور بهذه الطريقة، ملفوف اللي هو الكرم مقطع لشرايح، ملح وبودرة ثوم وفلفل أبيض، بيضة، جزر مقطع تقطيع طولي أو ممكن تبشريه، أنا قطعته بالسكين، شوفوا تقطيع طولي بهذه الطريقة. وراح نحتاج لكوب بيضة وكوب دقيق رز، عندنا هنا كوبين دقيق عادي، ملعقة كبيرة بيكنج بودر وموية للعجن. البهارات عندي طبعا الملعقة الصغيرة ملح وفلفل أبيض وملعقة كبيرة بودرة ثوم ضروري. طيب إيش اللي راح نحتاجه؟ راح نحتاج لكرات أو بصل أخضر، بصل مقطع لشرايح، طماطم مقطعة لشرايح بس أهم حاجة تكون مشيول منها اللب والبذور بهذه الطريقة، ملفوف اللي هو الكرم مقطع لشرايح، ملح وبودرة ثوم وفلفل أبيض، بيضة، جزر مقطع تقطيع طولي أو ممكن تبشريه، أنا قطعته بالسكين، شوفوا تقطيع طولي بهذه الطريقة. وراح نحتاج لكوب بيضة وكوب دقيق رز، عندنا هنا كوبين دقيق عادي، ملعقة كبيرة بيكنج بودر وموية للعجن. البهارات عندي طبعا الملعقة الصغيرة ملح وفلفل أبيض وملعقة كبيرة بودرة ثوم ضروري. طيب في وعاء راح أخلط المكونات الجافة أولا، عندنا هنا كوبين دقيق، كوب دقيق أرز، ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة فلفل أبيض وملعقة كبيرة بودرة ثوم، ملعقة كبيرة بيكنج باودر، وراح أضيف البيضة، ونضيف موية باردة عادية من الصنبور ونعجن. أهم حاجة نحصل على قوام تخين، يعني تقريبا زي قوام خليط الكيك. شوفوا هذا القوام اللي نبغاه. دحين حنضيف الخضروات. أخذ مني الموية كوبين وربع، كمان يختلف من نوع دقيق لنوع دقيق، فأنتي ضيفي كوب ونص وأخلطي وزيدي بالتدريج لين تحصلي على القوام التخين ده اللي هو زي كأنه قوام خليط الكيك. راح أضيف الخضروات، عندي الملفوف والجزر، نضيف البصل، نضيف البصل الأخضر أو الكرات، نضيف الطماطم، نخلط المكونات كلها تماما لين تحصلي على عجينة شبه متماسكة، يعني بعد إضافة الخضار حتلاقي الخليط شبه متماسك. طيب شوفوا هذا القوام اللي احنا نبغاه، شايفين كيف؟ في دي المرحلة تقدر تضيفي انتي جمبري مسلوق، دجاج مسلوق، يعني الإضافات اللي انتي تحبيها. حتى الخضروات تقدري تغيري فيها لو تبغي، في بعضهم يضيفوا كوسة. على العموم أنا ما راح أحط إضافات تانية، حقليها زي ما هي كده بالخضروات. حجهز الزيت وأسخنه.
طيب طريقة القلي مرة سهلة. تاخدي ملعقة من الخليط وتنزليها بشويش في الزيت بهذه الطريقة عشان تبدأ تاخد شكل وما تتفرط عليكي في الزيت، فاهمين؟ شوفوا كيف بشويش بنزلها. هذه كده واحدة. وممكن تنزليها بهذه الطريقة انك تحطيها في الملعقة حقت القلي نفسها زي كده وتنزليها، تستني شوية عشان تبدأ تاخد شكل. شوفوا كيف هي بمجرد تنزل في الزيت الحار تبدأ تاخد شكل وتقدري تقلبيها بهذه الطريقة. بمجرد تاخد اللون الأصفر الجميل أو الذهبي الجميل شيليها. لذيذ لذيذ جدا ومقرمش. اسمعوا الصوت. ناخد حبة تانية. شوفوا في بعضها الخضار كده واضحة تجنن، شايفين؟